السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. للي أول مرة يشوف قناتي، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل السينابون بطريقة جديدة وطعم إن شاء الله متميز، وهنقول البدائل بإذن الله. قبل ما هنبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معايا إن شاء الله كيلو دقيق متعدد استخدامات النخلاء، وحط عليه رشة ملح. ومعايا هنا كوباية لبن دافية من المج اللي في ايدنا ده، اللي هو مج الشاي اللي بنستخدمه، وهنزل عليه بكوباية مية دافية، وهنزل بمعلقة كبيرة خميرة اللي هي عبارة عن 10 جرام، وهنزل كمان ب3 معالق سكر من المعلقة اللي بناكل بيها، و2 بيض، وحط عليهم رشة فانيليا، مش رشة فانيليا، حبة فانيليا سايلة، يعني نقطتين كده، وهقلبهم كويسين. وبعد كده معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات اللي انا حاطه عليه رشة ملح، هحط عليه 3 معالق كبار لبن بودر من المعلقة اللي في قلب الدقيق دي. خلاص، اول ما اتاكدت ان السكر داب في الخميره والخميره شغاله معايا، هبدا انزل بالدقيق ده. طبعا ما تنسيش يعني انا نسيت اقول لكم اللي انا حاطه معلقه صغيره بيكنج باودر، حاطه معلقه من معلقه الشاي بيكنج باودر على الدقيق ومقلباها. يبقى معلقه بيكنج باودر صغيرة على الدقيق، رشة ملح، 3 معالق لبن بودر. هنا المقدار السائل كوباية لبن، ونزلت عليها بكوباية مية دافية من نفس مج الشاي اللي بنشرب منه. وهنزل هنا، أنا عايزة العجينة تخف، هنزل في بقية الكوباية، في الآخر هنزل ببقية الكوباية. وبعد كده هبدأ أزود الدقيق حبة بحبة. أنا عايزة العجينة تبقى لينة عشان أربها كده زي ما احنا قلنا. دي طريقة عجن سهلة للمبتدئين، ازاي اخليكم متمكنين في العجينه وتعملوا عجينه تبقى هشه ورقعه وطعمها كمان جميل، من غير ما تقعدوا تعجنوا وتتعبوا نفسكم في العجن. هبدا اربها كده وخلاص. انا خدت كوبايه ونزلت كمان بنص كوبايه كمان ميه، يبقى خدت العجينه مني. انا عايزاها عجينه بتلزق زي ما انتم شايفين كده وطريه. خدت بالظبط كوبايه لبن، وخدت كوبايه ونص ميه. ممكن انت العجينه بتاعتك تاخد اكتر تاخد اقل في الميه، ده يعني حسب نوع الدقيق. ممكن العجينه بتاعتك تاخد كمية سوائل أقل، يعني أنا واخدة كوبايتين ونص سوائل، كوباية لبن وكوباية ونص مية. ممكن دي تاخد معاكي كوبايتين وربع، ممكن تاخد 3 إلا ربع، يعني هننزل حاجة حاجة. أهم حاجة أنا عايزة العجينة زي ما انت شايفاها، العجينة بتلزق، مش ما انتيش عارفة تلمي العجينة طرية قوي. أنا عايزة العجينة يا جماعة طرية قوي. هنا معايا نص كوباية زبدة، عبارة بالظبط عن إيه؟ عن 110 جرام زبدة. نص كوباية دي معذرة عبارة عن 110 جرام زبدة. هبدأ ان انا ادخلها في العجينة وهعجنها واحدة واحدة. ايه البدائل يا امان؟ بدائل اللبن في العجن، بدائل اللبن الزبادي اللي هو الزبادي، او بدائل اللبن كمان اللبن الرايب، الزبادي الرايب، يعني بديل اللبن. اما اجي اعجن العجينه، الزبادي هيدي نتيجه معاكي فوق الممتازه، واللبن الرايب. هنا بوريكم العجينه قد ايه بتقطع، والعجينه هي اللي خلاص دخلت الزبده بتقطع فيها. هتفضلي تعجني فيها على رخامه 15 دقايق لغايه ما العجينه تلم معاكي وتبقى العجينه ممتازه. كمان ممكن كمان ويخلي العجينه معاكي اي عجينه عيش او اي عجينه معجنات تبقى معاكي ممتازه، معلقتين الدقيق اللي انا كنت بحطهم على نص كوبايه ميه، واعملها زي المهلبيه الخفيفه، واسيبها تبرد، وبعد كده ادخلها في المعجنات او في الدقيق، وبعد كده ابدا اشتغل بيها. ودي هتلاقيها في الفيديوهات المعجنات القديمه اللي عندي في القناه. الطريقه دي حلوه جدا، وبتخلي العيش يا جماعه او اي حاجه، باتيهات بيتزات اي حاجه، لو باتت ما بتفولش معاكي، لان المعلقتين الدقيق ده زي ما يكون اللي بتطبخه على النار زي المهلبيه ده، بيخلي العجينه تدي عمر اطول. هنا بقول لكم اللي انا كنت معايا الكوبايه دي ما كانتش مليانه الاخر، كانت الا 3 معالق، خدت انا منها حبه الميه دي. خلاص العجينه دخلت فيها الزبده وعجنتها وبقت طريه وحلوه قوي ده. خلاص العجينه هنا بعد ما خمرت، طبعا اللي قدامنا على الرخامه ده صوص كراميل اللي انا عاملاه، وان شاء الله هنزله حلقه تانية لوحدها، يعني خطوات ازاي تعملي صوص الكراميل. هنا بقى هنعمل الصوص اللي هو بتاع السينابون، اللي هنسقي بيه السينابون اول ما يخرج من الفرن. عباره عن، هنا انا حطيت كوبايه سكر بودر، وحطيت كوبايه لبن بودر، وحطيت 50 جرام كريم شانتيه، ومعلقه كبيره زبده. وهبدا هنا هنا يا جماعه هبدا انزل ب، انا كان معايا نص
هنا اللبن اللي معايا. هبدأ هنا انزل بالجبنة الكريمي، اي نوع بقى جبنة كريمي بس ما فيهاش ملح، يعني جبنة ملهاش طعم، مش مملحة. انا كان معايا نص كيلو جبنة كريمي، خدته الا بالظبط 3 معالق، لان الصوص لقيته لا محتاجة انا صوص كمان للكيلو الدقيق ده. فانا بالظبط هنزل لكم مقادير الصوص، انا طبعا هنزلها لكم في صندوق الوصف، المقادير بالظبط بتاعه الكريمه. هبدا هنا العجينه، هنا قسمتها نصين، لان الرخامه عندي مش هينفع ان انا افرد العجينه كلها وهتبقى كبيره. هبدا المها زي ما انتم شايفين كده، العجينه طريه جدا، وكان لازم أنا احط دقيق عشان العجينه اعرف اشيلها، وهي هتتلم معايا مع الرخامه، بس عشان اعرف افردها بالنشابه واتحكم فيها، لان العجينه طريه جدا وبتلزق. هبدأ ألمها كده، وهبدأ خلاص قفلتها، هبدأ أحط دي كده على الرخامة وهبدأ أفردها. هبدأ أفردها. طبعا احنا قلنا بدائل للبن، زبادي او لبن رايب في العجينه هتدي معاكي طراوه في العجينه، هتدي معاكي طعم حلو. قبل السينابون حرارته في الفرن، السينابون بيخش على اعلى درجه في الفرن، ما بياخدش يا جماعه 10 دقايق رف وسطاني، 10 دقايق بالظبط في الرف الوسطاني بيكون، وطبعا محقق الحراره قبل ما ادخل على فرن ساخن بيكون طلع حلو جدا. البيكنج باودر، في غلطات ممكن تحصل معاكي لو انت زودتي البيكنج باودر، العجينه دي منها طريه بتنفش بسرعه، ولاني مخدومه حلو وهي طريه هتنفش بسرعه، فممكن الشكل السينابون بتاعك يبوظ، او اللي هو الحجم يتضاعف قوي، فيبقى شكله مش هو المظبوط، اللي هو الشكل الحلو اللي انت عايزاه. فالبيكنج باودر هي معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تزوديش عن كده، وبتحطي 10 او 11 جرام خميره. طبعا الاحسن برضك من النصايح اللي انا عايزه اقولها لكم وانا وقعت فيها، اللي انا المفروض السينابون ما وسعش قوي مكانه، عشان ما ضيقش، قصدي ما وسعش قوي السينابون وانا بحط جنب بعض، يعني خليه بينه وبين بعض مسافات، المسافه يعني لو لزقتيه في بعضه وسيبتي حاجه بسيطه احسن، على اساس ما يفكش من بعضه. بمعنى ممكن اللي انت القفله اللي انت قافلاها تفك مع التخمير، تفك، انت هتسيبيه مثلا ربع ساعه 10 دقايق يريح مع التخمير وانت عجينه حلو فتفك. هنا بعمل ايه؟ انا بنفض الدقيق عشان مش عايزه دقيق في العجينه، ببدا انفض الدقيق اللي تحت العجينه كويس جدا، وده سمك العجينه زي ما انتم شايفين. هبدا بقى معايا نص كوبايه زبده انا مسيحاها برضك، يبقى استخدمت هنا نص كوبايه زبده اللي انا بسقي بيها دي، وفي العجينه نفسها برضك نص كوبايه زبده. مقدار بالظبط يا جماعه هنا كانت اقل من نص، كانت بالظبط 106 جرام، اللي انا التشريبه اللي انا استخدمتها هنا في الزبده في الطبقه دي، وفي نص العجينه التانية طبعا ما صوبتهاش، خلاص هي الفكره واحده. واللي اما في العجينه لا، استخدمت بالظبط 110 جرام، يبقى في التشريبه دي خدت 106 جرام، اما في العجينه خدت 110 جرام. قبل هنا الحشو عباره عن ايه؟ عن كوبايه سكر ناعم مش مطحون، عليه معلقتين كاكاو، وعليه معلقه وربع قرفة. يا بنتي بتحبي القرفة طعمها طاغي، خلاص خلي معلقتين كاكاو ومعلقتين قرفة، يبقى القرفة قد الكاكاو. الكاكاو ده كاكاو خام مش محلى، لاني حاطة عليه كوباية سكر. يبقى الحشوة برضك هنزل فيها في صندوق الوصف، يبقى كوباية سكر. هنا ابدا الف، حاولي ما تسيبيش فراغات عشان ما تديش وسع من جوه، وحاولي تنفضي الدقيق، لان العجينه كان لازم احط دقيق، لان العجينه زي ما انتم شايفين اكيد ايدي باينه فيها قد ايه العجينه طريه قوي. بالراحه كده وانتي شغاله ونفضي الدقيق. يبقى الحشو كوبايه سكر ناعم، مش سكر مطحون، لا كوبايه سكر ناعم، حط عليه معلقتين كاكاو خام، يحط عليه معلقه وربع قرفه، لاني مش بحب طعم القرفه طاغي، او انا اللي مش بحب، ولادي اللي مش بيحبوا القرفه طعمها طاغي قوي، فحطيت معلقه وربع قرفه. بنتي بتحبي طعم القرفه باين وتحسي ان انت فعلا واكله سينابون بالقرفه، هتحطي معلقتين قرفه ومعلقتين كاكاو، يبقى الكاكاو قد القرفه. هنا بقى هبدا الفها واظبط بقى الحته الصغنطوطه، اطولها وابدا الف كده واظبطها، وبعد كده هقفل بنقطه ميه، ولو العجينه طريه هتقفل معاكي من غير نقطه ميه ولا حاجه، تبداي تظبطي. هنا هتشوفها دلوقتي وانا بقفلها، ما شاء الله العجينه هتتقفل من غير ما احط ميه. هدخلها ببعضها دلوقتي. لا هي الحته دي اتقطعت مني وانا بقفلها.
على العموم انت هتقفليها، والعجينه طريه هتقفليها ببعضها، ولو مش طريه يعني حاسه العجينه ناشفه معاكي مش عارفه تقفليها، هتقفليها بنقطه ميه في الحرف وتقومي قافله عليها العجينه. هنا انا بقيس بصوابعي 3 صوابع. ليه؟ لان كنت عامله العجينه اللي قبلها وقستها 4 صوابع، لقيت لا الحجم كبير، وهتشوفيه دلوقتي معايا. لا في سينابون جه حجمه كبير، وفي السينابون اللي هو دوت اللي انا بالنسبه لي حجمه حلو جدا ومقاسه حلو جدا. بتبدأي تظبطيها على رخامة كده، بتعمليها في ايدك كده وتظبطيها، وهي هنا ما شاء الله مقفولة العجينة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان انت تنفضي الدقيق، مش عايزة دقيق فيها. بالنسبة لي الزبدة كانت كميتها حلوة، كانت هنا خلاص. حاولي لا ما توسعيش قوي كده، عشان لو فكت منك ممكن تفك منك او كده. فلا حاولي تضيقي شوية، تضيقي يعني تدي يعني تضيقي السينابون جنب بعضه، بحيث لو فكت لا يزنقوا على بعض. لان في اللي من ان شاء الله من تخميم انا طبعا في اللي كبر قوي دوت، اللي كبر قوي دوت اللي هو كنت عاملاه الحجم 4 صوابع، كان كبير قوي، لا ما حبيتش. طبعا انا نقلتهم من الصواني الالمونيا وحطيتهم في الازاز. حسيت اللي شكل الالمونيا مع الاضاءه معايا مش باين خالص شكل السينابون، فحبيت انقله في حاجه شفافه او حاجه ما تعكس الاضاءه اللي انا عاملاها فتبينه. طبعا الصوص زي ما انتم شايفين بالنسبه لي حجمه حلو. هنا بقى اللي هنا الحجم اللي انا حباه ده، على فكره واحده من الطواطيف مش من النص. شوف طبيه قد ايه ما شاء الله. اللي هيجرب العجينه بتاعتي باذن الله يدعي لي دعوه كده في ظهر الغيب، اللي ربنا يا رب كده يجعلنا من اهل الجنه، اللهم امين، ويبارك في اولادنا ويستعملهم ولا يستبدلوا. العجينه رائعه يا جماعه، هشه قوي 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 ورائعه ما شاء الله. هنا بقى ده صوص كراميل انا كنت عاملاه. هنا خلاص انا سقيت الاول حبه صوص جبنه، وبعد كده رجعت وهو طالع من الفرن، وبعد كده لما هدى بدات انزل عليه بقيه الصوص الكراميل والجبنه قصدي، وبعد كده صوص الكراميل وصوص الشوكولات. وطبعا انا صوص الكراميل ده عاملاه في البيت وانزل بيه ان شاء الله في القناه، وصوص الشوكولات برضك في البيت عاملاه. وصوص الشوكولات ده كمان لما بيجمد بيبقى شوكولاته قابله للدهن، يعني تقدري تحشبيها. طعمه رائع جدا لان عاملاه بلبن بودر وكريم شانتيه ولبن، فطعمه حلو قوي. طبعا انا كنت بعمل الصوص وانا بوش كده عشوائي كده، مش تحس مش مهندم كده مع نفسه، لان بصراحه كانت ايمان ماسكه عبايتي وقاعده تشد فيها، وحاجات بقى بتقع حواليها على الارض، وقاعده تطلع الحاجات اللي في الادراج وتوقعها. فانا بقيت اعمل بايدي بسرعه جدا، لاني مش لاقي حد كان يعني حد معايا في البيت اللي هو ياخدها عني. فالحمد لله يعني وانا شغاله جاء اخوها ربنا يبارك لي فيه وشالها وانا شغاله في المقطع ده، وانا بقدمه في الاخر كده. بس وانا بعمل الصوص طبعا انا ما كنت حاباه يكون واضح عن كده، يعني خطوط كانت في البدايه رفيعه، وبعد كده بدات هي بتشدني وانا يعني بعمل لها برجلي على الارض، فايدي بقت تعمل زي ما انتم شايفين كده. حاسه دخلت الصوصات اللي لا هنا ده الحمد لله جه مظبوط. جه التاني اللي في الصينيه تحس اللي دخل الالوانات مع بعض، كنت حباه يعني يكون شكله احلى كمان من كده. يا رب تكون الفكره عجبتكم. طبعا قد ايه صوص الكراميل اللي فاتح زي ما انتم شايفين ولونه حلو قوي، وصوص الشوكليت بان كانك جايباه من بره. حلو جدا. طبعا ما شاء الله في اللي اتاكل. طبعا ده مش كل الكيلو دي لان في غيره اتاكل. انا عايزاكم بقى معايا في المقطع ده وانا باكل السينابون. والله بجد انا على فكره مش بحب الحاجه مسكره خالص، فانا طعم قلت لا مش هقدر السينابون اكله مع الصوص الكراميل والشوكليت انا يعني مش هقدر اكملها والله يا جماعه. وانا بصور لكم كده عشان اوريكم. يعني انا بقيت اكل لدرجه ابني بقى يقول لي خلاص خلصيها، يعني خلاص بياكليها بعدين. طعمها رائع، كميه الجبنه حلوه. انا كان معايا نص كيلو جبنه كريمي، خدتها للكيلو السينابون، يا دوب شلت منها بالظبط 3 معالق. يعني الكيلو دي واخد معايا مني نص كيلو، وكان بصوا كان ممكن اخد النص كيلو، يعني النص كيلو الجبنه الكريمي كامله. بس انا قلت يعني هو كفايه كده. شلت بالظبط معلقتين او 3 من نص كيلو، وخدت نص كيلو كامل. ابقى انا مش عندي جبنه كريمي
علب انصاص او كيلو او اي حاجه، ما عنديش سايبه اللي هي في العلب دي. هحط بالظبط 12 مربعات جبنه كيري اللي بتتباع. يبقى جبنه كريمي، اي نوع جبنه كريمي او جبنه كيري اي نوع. اهم حاجه تكون مش مملحه. خد الكيلو دي هياخد معايا 12 مربع، يعني 12 مربعات من الجبنه اللي هي الكيري او من المثلثات 12. عامه كل ما بتزودي الجبنه بتحسي طعمها احلى. انا يعني الكيلو دي